معنا خبر عاجل ورد لينا منذ قليل انه أجهزة الأمن أحبطت صباح اليوم مخطط لإحداث ارتباك مروري وزيادة كثافات على بعض الطرق، ورصدت الدوريات الأمنية والمرورية عدد من بقع الزيت بمطالع ومنازل عدد من الكباري في القاهرة، تحديدا الحرفيين، الطيران، الفردوس، الأزهر، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات منع مرور المركبات عليها حرصا على سلامة المواطنين. ومعانا العقيد أيمن الضبع المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور. مساء الخير سيادة العقيد. فندم والسادة المشاهدين جميعا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وحضرتك بخير يا فندم. يعني هل بقع الزيت دي تم رصدها امتى تحديدا، صباحا ولا بعد ما ابتدت الناس تنزل فعلا وتتوجه لأعمالها، وإيه الإجراءات اللي بتاخدوها حاليا؟ لا، مع بداية فتح الحظر في 5 صباحا تم رصد، يمكن كان في حادثين، احدهم على كوبري الطيران والاخر على كوبري العروبه. تم توجيه قيادات المرور لمسح كل الطرق. اكتشفنا بقع زيت في الاماكن والكباري اللي حضرتك اشرت اليهم، وكان اكثرهم على كوبري الازهر. تم غلق الكباري واستدعاء الحمايه المدنيه، وتم التعامل معها وتامينها تماما، وبعد التعامل مع بقع الزيت ورجوع معامل الاحتكاك لحالته الطبيعيه، وتم فتح المحاور جميعها. ودلوقتي في خدمات مسيره على كل الطرق للتاكد من عدم وجود مثل هذه البقع اللي بتسبب خطوره جدا. الموضوع مش كثافه مروريه فقط، الموضوع خطوره جدا بتؤدي الى انزلاق السيارات. يمكن كان عندنا برضه في بقعه زيت خلال يومين المدينه على محور 26 يوليو، عدد من الاكياس البلاستيك كانت ممتلئه بالزيت، وتم القائها على كوبري على محور 26 يوليو، يمكن قبل التقائه مع المنصوريه. الحمد لله نطمن كل اخواتنا على كل الطرق، الخدمات موجوده بشكل مكثف وبتقوم بمسح الطرق، وتم تشكيل بحث من فريق بحثي من قبل الجهات الامنيه لتتبع مصدر هذه بقع الزيت والقائم عليها. نعم.